السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله اليوم ال19 يوم التحصيل الساعة 5 الفجر. عاملين نظام الإظلام 6 ساعات. هنفتح النور. فرحة عطشان وجعان. أنا مفضل ملك ومفضل مواسير. مفضل مواسير ومفضل الجو. تمام. إجراءات التحصيل. إجراءات التحصيل. درجة حرارة المية قلنا من 7 ل 15، ودي مدرسة قديمة، ومن 20 ل 25، ودي مدرسة جديدة. احنا بنمسك العصاية من النص. خير الأمور الوسط. بنخلي درجة الحرارة من 17 ل 20 في الرينج دي يعني. بتفك التحصين على كام لتر يا أبو أنس؟ على من 12 ل 10. بحط متوسط 11 لتر، ده لتر ونص. كده 3 لتر. ده التلج. عشرة لتر من 16 تقريبا. طبعا انا مش لاقي بالتحصيل. ياسوتا مصري، ما بنشتغلش الا بالمصري. ده ميه بسكر. ما عنديش لبن في منطقتي خالص خالي الدسم، نحط مكانه سكر ابيض خالي من الشوائب. الميه خاليه من الكلور. درجه حراره الميه متوسط 18 ل 20. التحصيل النهارده يوم 19. كان عندي حشرجه اللي هي ما كانش ينفع احصل وانا عندي الحشره دي. فالحمد لله صبرت عليها. اديت 3 ايام تلموكوزين، اللهم صل على محمد. اديت سقوه كدروب بشري واملاح، واخر سقوه كانت موسع شعب ومذيب مخاط. الحمد لله الحشره راحت. والعطس بسيط، عندي عطس بسيط، عندي عطس بسيط كحه. هنحط الميه بسكر في الميه. ده بيشتغل مثبت التحصين بديل اللبن اللي هو خالي الدسم. ده التحصين اهي. كده يا منس. نشيل البرشامه دي الاول، ونشيل حته الالومنيا دي. وانت بتشيل صباعك على الجلديه دي، المهم ما ياخدش هوا. لو خدت هوا بدل ما تحصن ضد الفيروس انت هتجيب الفيروس للمكان. اهي البرشامه دي بنقطعها من هنا كده. اهم حاجه الجلديه دي ثابته. بعد كده نشيل حته الالومنيا دي. نفتح التحصينه تحت الميه. درجه حراره الميه كام؟ انا بشوفها بالمقاس، هي تقريبا 20 في الرينج دي يعني. نجيب المقاس بتاع الثرموستات وننزل درجه الحراره. ننزل المقاس هنا. درجه الحراره بتنزل ايه؟ 24 ونص يعني. هنحط التلج تاني دقيقتين. كده درجة المية معانا 20 درجة مئوية. عشان ونس قرب جامد. اللي تحت المية اهي. تكون غاسل ايدك كويس. المية خالية من الكلور. المية تكون باردة. التحصين يكون فيه مثبت تحصين لبن بودرة خالي الدسم او سكر لو ما لقيتش لبن بودرة خالي الدسم. التحصينة تحت المية اهي. كتاكيتة عطشانة. بسم الله. قرب شوية يا ونس. الجلد اهي. قرب كمان شوية. نزل ايدك في البردة عشان اشوف التحصينة وهي بتتفك.
واخدين بالكم اهو. ده التحصينه كده اتفكت اهي، فتحت تحت الميه خلاص كده. اهم حاجه ما تطلعهاش غير لما اتاكد ان هي دابت 100%. دابت ما يكونش في اي حاجه في التحصينه، تكون التحصينه بيضه شفافه كده، انت تبقى شايف التحصينه من جوه اهو. خلاص كده التحصينه بتاعتنا اتفكت، ودي الميه بالسوته. نقفل دي بتتعدم، دي بتتربط تحط في كيس وبتتدفن او بتتحرق زي كده، يا بتتردم يا بتتحرق. طبعا عندنا الانقاف الخرطوم ونفضي المواسير. هجرب ميه في المواسير الاول، يعني هنملى الجردل بتاعنا بفوق السبع لتر ده. كده احنا بنجرب ميه في المواسير عشان لو في اي رواسب، في اي ميه قديمه، في اي ميه بدواء، الميه التحصين تزقها وتحل مكانها. كده احنا بنثبت ميه التحصين فين؟ في المواسير، عشان نضمن ان اي نقطه تطلع من النبي تكون فيها التحصين ده. ساعه الا ربع وتشيل الميه، يعني الكتاكيت كلها عطشانه. عايز بقى اوريكم حاجه. طبعا انا ليا فتره ما نزلتش بروبيوتيك، كنت منزل المفروض مضاد حيوي تلموكوزين موسع شعب، قعدت يعني ليا مده كده ما نزلتش البروبيوتيك. شايفين شكل الزرع عندنا عامل ازاي؟ جاف اهو، من غير ما نكثف الجرعه ومن غير ما ننزل جرعات كبيره بروبيوتيك بنسبه كبيره. يعني واحد بس اهو تفريغ الاعوارين بنسبه كبيره. الزرع بتاعنا سليم، ما مش عندناش اي حاجه يعني نص سنتي بروبيوتيك كمان هيعدل لنا اي حاجه بايظه. نزلنا اليوم نرجع بقى اليوم بتاع امبارح عشان ما صورتوش. وكان اليوم الكام امبارح؟ 18. اليوم ال 18 نزلت 12 ساعه اللهم صل على محمد موسع شعب ومذوب مخاط، لان كان عندي حشرجه. قبلها كان في الفيدروب البشري ونص جرام ملح. والناس اللي طلعت تنتقد تقول لك الملح مش عارف بيعمل وبيسوي والهيمالايا وعمال يكتب حاجات هو ما يعرفهاش ولا يفهم فيها حاجه. اسال شات جي بي تي، اسال دكتور كده. ده ناس بتحطه على العلف، العلف ده فيه ملح طعام. اللهم صل على محمد، حطينا نص جرام ملح. طب لو هو بقى مضر وبيسبب وبيعمل 1 2 3 وانت شبح قوي كده وعرفت المعلومه، انا عملته اهو ما جابش معايا اي ضرر، ما سببليش اي ضرر. بنستقبل التحصين على 7 درجه مئويه، كنا بنستقبل على 12. قعدت تقول ده هتجيب التهاب رئوي والميه المتلجه مش عارف بتعمل ايه للكتاكيت. الحمد لله استقبلنا ال3 تحصينات والدوره اللي قبلها على نفس درجه حراره الميه وما حصلش اي حاجه. فاللي انت دارسه ما اعرفش انت جايب المعلومه من انهي بلاعه من انهي مصدر. فاحنا بنستخدم المعلومات، انت جايب المعلومات بتاعتك من بلاعه نفترض، يعني المفروض ان هي كده من بلاعه. لان انت قلت على مشاكل ما حصلتليش خالص الحمد لله. الحمد لله عندي بستقبل على درجه حراره الميه 7، بستقبل بحط التحصين في درجه حراره الميه 7، بكون معطش قبلها، ما بيحصلش اي التهاب رئوي. اللهم صل على سيدنا محمد. نزلت الملح في الميه والفيدروب عشان يساعد الكتكوت ان هو يمتص الكالسيوم. الفيدروب ده يا جماعه ده 3 بيحسن امتصاص الكالسيوم في الجسم. طب انا ليه نزلته؟ انا ما نزلتش املاح معدنيه، انا عندي املاح معدنيه في العلف. انا نزلت الفيدروب بالدال 3 عشان الكتكوت عندي ما شاء الله بيحول وسابق الوزن بتاعه، فانا عايز هيكل او عايز يعني اللحم هيكون سابق العظم، هيكون محمل على العظم، فيحصل عندي كساحه. الحمد لله انا عندي الاوزان سابقه، عشان كده نزلت فيدروب بيساعد على امتصاص الكالسيوم. انا نزلت املاح معدنيه في الدوره؟ لا. ليه؟ عندي املاح معدنيه هنا مش هيضر. لما هو نص جرام ملح مضر قوي كده وهيسبب وهيعمل وهيسوي. طب ال 2 سم مضاد حيوي لمده 5 ايام مرتين في الدوره مع مرتين حقنه، ده مش غلط؟ يعني نص جرام ملح ولا يودي الفراخ في داهيه؟
معلومات من قلب البلاعة، من قلب بير السلم. هي مضرة يا عم، انا الحمد لله ما عنديش اي ضرر، انا ساحر. فنزلنا نزلنا التلموكوزين 3 ايام، عالجنا الحشرجة، وعالجنا الطشمة بنسبة العطس بنسبة كبيرة، وعندنا الكحة لا، ونزلنا فوق. احنا عندنا يعتبر عندنا بتاع ده عرض تنفسي كحة. واشوفكم ان شاء الله يوم ال20، حلقة قوية وحلقة مهمة. الزرع بتاعنا النهارده اليوم 19 18 تأكيد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الزرع بتاعنا زرع، السبلة بتاعتنا سبلة مش عكة. عزنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فرخ هنا هو عنده انتفاخ في الحويصلة، هنعالجه بسيط.